ايه الفرق بين الساحل الشمالي ومرسى مطروح؟ وليه مطروح واحدة من أجمل وأهدى المدن الساحلية في مصر؟ مدينة من أجمل المدن الساحلية مش بس على مستوى مصر، لأ ده على مستوى العالم، المكان اللي ممكن نقول عليه الساحل الشمالي الطيب بتاع الناس الطيبين. المدينة اللي بدأت كمدينة صيد صغيرة واللي تاريخها بيرجع لعصر الفراعنة، واللي شهدت فصل من فصول قصة كليوباترا وأنطونيو وجزء من رحلة الإسكندر الأكبر التاريخية. المدينة الجميلة والهادية واللي هتحس فيها بالراحة والطمأنينة، مش بس علشان هي مدينة هادية، كمان علشان طبيعة أهلها الطيبين. المدينة الوحيدة في ساحل مصر الشمالي الرائع اللي اتنست واتثابت للناس البسيطة والطبقات المتوسطة، بعيد عن منتجعات وقرى الساحل الشمالي واللي بتعتبر للأغنياء فقط. مطروح من المدن الجميلة جدا، واللي الحمد لله ان هي اتثابت بعيد عن الساحل الشمالي بفيلاته اللي ب70 وب80 مليون او الشقق اللي ب4 و5 مليون. المكان فعلا بسيط جدا، والبحر فيه هو نفس البحر اللي موجود في الساحل الشمالي.